سؤال مهم جدا. تقريبا السؤال ده بيراودك من تاني شهر في ثانوية عامة لحد النهاردة. هو لسه في وقت؟ بص، لسه في وقت ده ممكن يكون يقوله شخص ما فتحش اصلا الفيزياء، وممكن يقولوا شخص ما فتحش الانجليزي، وخد بالك فرق ما بين الشخصين كبير. وممكن يقولوا شخص اصلا فتح الاتنين بس شايف ان هو لسه مش مستعد للامتحان ولسه مش مؤهل. سواء انت ايا يكن من التلاتة، فانا عايز اقول لك انت لسه في شهر اتنين. يعني ايه لسه في شهر اتنين؟ يعني انت معاك متسع من الوقت كبير جدا، مش تجيب فيه بس منهج ثانوية عامة، ده انت تجيب فيه منهج ثانوية عامة ومنهج اولى جامعة كمان لو ضغطت نفسك. بس الفكرة ان انا او المدرسين عموما مش بيحبوا يقولوا لكم كده عشان يخليكوا دايما عندكم حافز ان انتوا تجتهدوا اكتر وتذاكروا اكتر وما تتكلوش على الموضوع ده. لكن صدقني في الحقيقه المتسع من الوقت كبير جدا. لسه في وقت ايا يكن الحاله او الموقف اللي انت فيها. بس المهم فعلا ان انت تاخد الكلام ده بشكل صح، وده يكون دافع ليك ان انت تشتغل وتجتهد في الفتره دي اكبر ما يمكن عشان تلحق تعوض اللي انت ضيعته. انت صدقني هتفهم موضوع ان في وقت دلوقتي لما تيجي في شهر 4 وتيجي في شهر 5 وتفتكر شهر 2 ده وهتقول اوف إيه الوقت ده كله، ده انا كان عندي متسع كبير جدا اقدر اخلص فيه. تحب اثبت لك؟ انت اكيد في شهر 12 او في شهر واحد او حتى في شهر 11 كنت بتقول يا ريتني كنت بدأت وكنت ندمان على وقت انت ضيعته. انت حاليا في شهر 2. عايز افكرك بقى بشهر 11 وشهر 12 اللي انت كنت فيهم دول، مش بالنسبه ليك دول كانوا متسع كبير؟ نفس الموضوع ده هيفضل يتكرر معاك في ثانويه عامه وبعد ثانويه عامه لما تدخل الجامعه، وهو ده السيناريو الاساسي في الدراسه. في حاجه عايز